بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبناء الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض تجميع شامل لأهم النقاط الموجودة عندنا في منهج التاريخ، اللي إن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان بإذن الله. هتبقى حلقة مهمة جدا، وعاملة لكم زيها برضو في الجغرافيا. يا ريت إن احنا نشوف الاتنين مع بعض، لأن الاتنين مكملين لبعض. تمام. بس أنا حبيت أعمل لكم كل فيديو لوحده، يعني التاريخ لوحده والجغرافيا لوحدها، علشان ما يبقاش كامل معلومات كبيرة عليكم، ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. طيب تعالوا كده نبدأ مع بعض نشوف ايه هي الحاجات المهمة في التاريخ. وفي البداية لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا كده نبدأ. عندنا طبعا شخصيات مهمة خدناها في التاريخ. تعالوا نبدأ ونشوف أهم هذه الشخصيات. من أكون؟ أسس تنظيم الضباط الأحرار. اللي أسس تنظيم الضباط الأحرار طبعا هو الرئيس جمال عبد الناصر. طيب الشخصية اللي بعدها، أول رئيس جمهورية لمصر وتولى رئاسة الجمهورية سنة 1953، ده كان مين؟ محمد نجيب. طبعا هو تولى لمدة عام واحد من 53 ل 54، وجي بعده جمال عبد الناصر. طيب محمد نجيب خدناه في حاجة كمان، عرفنا ان هو اللي كتب بيان ثورة 23 يوليو. لكن اللي أذاع بيان الثورة، الشخصية الثالثة اللي عندنا ديت، هو محمد أنور السادات. يبقى ده اللي أذاع بيان ثورة يوليو. الشخصية الرابعة، تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد وغادر البلاد قبل الموعد المحدد له. طبعا صاحب الشخصية ده هو الملك فاروق. وزير خارجية بريطانيا وعد اليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين، والوعد دوت سميناه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. طيب الوعد ده كان اسمه ايه، او وزير الخارجية ده اسمه ايه اللي الوعد اتسمى باسمه؟ طبعا اسمه بولفور. طيب ناخد اللي بعد كده. قادة الثورة الفلسطينية دي كانت مين؟ اللجنة العربية. السؤال ده اتكرر كتير عندنا في الامتحان. امتنعت عن التصويت عن قرار تقسيم فلسطين سنة 47. اللي امتنعت عن التصويت هي بريطانيا. أطلق مبادرة لوقف إطلاق النار أثناء حرب الاستنزاف. ده كان وزير خارجية أمريكا، وكان اسمه إيه؟ روجرز. رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللي استشهد أثناء حرب الاستنزاف، وعندنا ميدان كبير في مصر باسمه، طبعا هو عبد المنعم رياض. الفريق عبد المنعم رياض، أو شهيد عبد المنعم رياض. صدر الدستور الدائم في مصر في عهده، وأعطى إشارة بدء حرب أكتوبر، وهو كمان اللي أذاع بيان الثورة، عرفناه. طبعا هو السادات. نكمل مع بعض. طبعا يا ريت نقول احنا، نجاوب احنا كده ونشوف احنا عارفين الشخصيات ديت ولا لا قبل ما تسمع مني الإجابة. ولو مش عارف تعرفها كويس قوي، عشان دي كلها حاجات مهمة بتيجي في الامتحان على هيئة صح وغلط، على هيئة اختار، توصيل مثلا، يعني في ممكن تيجي في حاجات كتيرة. طيب قاد خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية. فاكرين عندنا خدنا 3 شخصيات مهمة أوي في حرب أكتوبر. واحد منهم هو اللي قاد خطة الخداع اللي خدع إسرائيل علشان ما تعرفش إن إحنا بنجهز لحرب أكتوبر. ده مين اللي عمل كده؟ المشير أحمد إسماعيل. مهم قوي، واعرف العمل بتاعه. طيب مين اللي وضع خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف؟ اللي عمل كده هو الفريق سعد الدين الشاذلي. أعد دراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالهجوم على إسرائيل، يعني هو اللي اختار وقت الهجوم على إسرائيل وقت الحرب، حرب أكتوبر. طبعا دوت محمد عبد الغني الجمسي. زار إسرائيل سنة 77 ونادى بالسلام. الشخصية دي خدناها وقررت معانا في كذا حاجة. طبعا ده السادات، محمد أنور السادات. رئيس أمريكا اللي دعا السادات وبيجن للاجتماع في كامب ديفيد، ده مين بقى؟ كان اسمه إيه؟ كارتر. دعا السادات رئيس مصر وبيجن رئيس وزراء إسرائيل علشان يجتمعوا في كامب ديفيد، علشان يعملوا إطار لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. نكمل مع بعض. أعلنت حق مصر في طابة سنة 1989. مين اللي أعلنت حق مصر في طابة؟ محكمة العدل الدولية. وطبعا ترتب على هذا الحكم انسحاب إسرائيل من طابة، عودتها إلى السيادة المصرية. رئيس مصر الذي قامت عليه ثورة 25 يناير 2011، ده كان مبارك، محمد حسني مبارك. عزل من منصب رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو 2013، ده كان الرئيس محمد مرسي.
رئيس المحكمة الدستورية الذي تسلم السلطة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، يعني بعد ما عزلوا محمد مرسي رئيس المحكمة الدستورية ده هو اللي تسلم السلطة في مصر لحين إجراء انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد. طبعا ده كان اسمه إيه؟ عدلي منصور. فاز في انتخابات الرئاسة عام 2014 عبد الفتاح السيسي. نكمل مع بعض. أنشأ مجلس شورى النواب سنة 1866. الشخصية اللي عملت كده طبعا هو الخديوي إسماعيل. طب لو قلت لك مين اللي عمل مجلس المشورة؟ ده كان محمد علي. طيب أصدرت أول مجلة نسائية اللي هي مجلة الريحانة سنة 1907. الشخصية دي جميلة حافظ. رئيسة لجنة الوفد المركزية للسيدات سنة 1920 اسمها إيه؟ هدى شعراوي. أول وزيرة للشؤون الاجتماعية سنة 1962 دي كان اسمها حكمة أبو زيد. عينها السادات وزيرة للشؤون الاجتماعية سنة 1971 دي كانت عائشة راتب. شغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب كانت اسمها إيه؟ أمال عثمان. الشخصيات النسائية مهمة وبيجي منها دايما شخصية في الامتحان، فناخد بالنا ونركز عليهم كويس قوي. أهم أجهزة الأمم المتحدة والمسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين. احنا عارفين ان أجهزة الأمم المتحدة كام جهاز؟ ستة أجهزة. ده أهم الأجهزة وده المسؤول عن حفظ السلام والأمن في العالم كله. ده اسمه ايه بقى؟ مجلس الأمن. طيب جهاز من أجهزة الأمم المتحدة بيختص بالنظر في القضايا الدولية ومقرها لاهاي بهولندا، ودي اللي حكمت لينا بأحقيتنا في طابق تبقى ايه؟ محكمة العدل الدولية. يختص برعاية مصالح شعوب البلدان التي كانت محتلة. ده كان اسمه مجلس الوصاية، أحد أجهزة الأمم المتحدة. ساهمت في إنقاذ معابد أبو سمبل وإحياء مكتبة الإسكندرية. دي كانت طبعا منظمة اليونسكو. المنظمة الوحيدة المتخصصة في مجال الطفولة دي اسمها إيه؟ اليونيسيف، أحد برضو الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. هدفها القضاء على الجوع، ده منظمة الفاو، الأغذية والزراعة أو الفاو. تهدف إلى توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لجميع الشعوب، ودورها بان قوي في طبعا فيروس كورونا. وكانت بتحذر طبعا العالم كله، دول العالم كله منه، تعرفهم أعراضه وطرق العلاج وهكذا. دي كانت إيه؟ منظمة الصحة العالمية اللي بترعى أو تهتم بالرعاية الصحية لجميع الشعوب. حركة ساهمت مصر في تأسيسها سنة 55 دي اسمها حركة عدم الانحياز، عندما اجتمعت مصر في أندونيسيا مع الهند وتأسسوا حركة عدم الانحياز سنة 55. تسلم إدارة شؤون البلاد بعد تخلي مبارك عن الرئاسة 2011 ده المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كده احنا خلصنا أهم الشخصيات الموجودة عندنا في التاريخ وعرفنا كل شخصية عملت إيه. دلوقتي بقى عندنا مجموعة من المؤتمرات اللي درسناها، زي مؤتمر سان ريمو وده عقد في إيطاليا عام 1920، أعطى لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين. لو جالك مثلا سؤال قال لك ما النتائج مترتبة على عقد مؤتمر سان ريمو، هنقول أعطى لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين. أو ممكن يجي لك السؤال في اختيارات مثلا مين الدولة اللي خدت حق الانتداب على فلسطين بعد المؤتمر أو في مؤتمر سان ريمو، هنقول دولة إيه؟ بريطانيا. طيب من ضمن المؤتمرات برضو اللي خدناها باندونج، ده زي ما قلت لك عقد في أندونيسيا سنة 55 لتأسيس حركة عدم الانحياز. كامب ديفيد عقد في ولاية كامب ديفيد الأمريكية، واللي دعا ليه الرئيس الأمريكي كارتر، دعا السادات وبيجن لوضع إطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. نكمل مع بعض. برضو عندنا مؤتمرات ومعاهدات زي مثلا مدريد، عقد مؤتمر مدريد ده عقد في مدريد عاصمة أسبانيا عام 1991 لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. أوسلو دي اتفاقية وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل سنة 1993. معاهدة السلام عام 1979 وقعت بين مصر وإسرائيل، من أهم نصوصها إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وانسحاب إسرائيل الكامل من سيناء. طبعا في نصوص تانية كتير بس يعني نحفظ على الأقل إيه نقطتين. طيب السؤال أو اللي بعده اتفاقية الجلاء، دي كانت بين مصر وبريطانيا، وقعت بين مصر وبريطانيا سنة 54، تعتبر من إنجازات ثورة يوليو السياسية.
تمام. طيب نكمل مع بعض. في بقى معلومات مهمة جدا اوعوا تنسوها، لأن هي بتبقى مواضع أسئلة في الامتحان. قوانين الإصلاح الزراعي ومجانية التعليم دي بتعتبر إيه من إنجازات ثورة يوليو في المجال الاجتماعي. ده مثلا ممكن يجيلي في اختر. طيب دستور 1956 أعطى للمرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة، وده كان أول دستور صدر بعد ثورة يوليو. أول تجربة للوحدة العربية كانت بين مصر وسوريا سنة 1958، وبرضه دي كانت تعتبر من إنجازات ثورة يوليو في المجال العربي والدولي. السد العالي حمى مصر من خطر الفيضان وخزن المياه وولد الكهرباء، وبيعتبر من إنجازات ثورة يوليو الاقتصادية. الدول العربية رفضت قرار تقسيم فلسطين. احنا قلنا فلسطين اتقسمت سنة 47، جزء يهودي لليهود وجزء للفلسطينيين، لكن الدول العربية طبعا رفضت قرار التقسيم، وعلشان كده هتقوم بحرب حرب فلسطين سنة 1948 زي ما هنشوف برضو دلوقتي. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي من أول الدول اللي اعترفت بدولة إسرائيل بعد قيامها سنة 1948. العرب انهزموا في حرب 48 اللي هي حرب فلسطين، والنتيجة المترتبة على ذلك استيلاء اليهود على جميع أراضي فلسطين ما عدا قطاع غزة كان تحت إدارة مصرية، والضفة الغربية تحت إدارة أردنية. وطبعا القدس كانت منطقة دولية، اعتبروها منطقة دولية بسبب وجود أماكن دينية فيها مختلفة. العدوان الثلاثي على مصر شاركت فيه 3 دول. احنا قلنا عدوان ثلاثي يبقى فيه 3 دول شاركت فيه، فرنسا وبريطانيا وإسرائيل. سبب اشتراك فرنسا هو مساعدة مصر لثورة الجزائر، وسبب اشتراك بريطانيا هو تأميم مصر لقناة السويس، وسبب اشتراك إسرائيل هو صفقة الأسلحة السوفيتية للجيش المصري. فكانت إسرائيل طبعا عايزة تقضي على قوة الجيش المصري قبل استكمالها، لذلك شاركت في العدوان الثلاثي على مصر. طيب دي كانت أسباب العدوان. طيب العدوان ده فشل، يبقى نتيجة العدوان هو فشل. طب ليه فشل العدوان الثلاثي؟ لو قال لي بما تفسر فشل العدوان الثلاثي على مصر، طبعا برضو عندنا في 5 أسباب. أنا اخترت لك سببين منهم، مثلا مقاومة الجيش والشعب المصري ومساعدة الدول العربية لمصر. ممكن كمان تقول تهديد الاتحاد السوفيتي للدول المشاركة في العدوان. تمام. طيب إسرائيل قامت بعدوان على مصر سنة 67. ليه؟ لأن هي ما نفذتش هدفها في عدوان 56 اللي هو العدوان الثلاثي، إنها تقضي على قوة الجيش المصري. لذلك سنة 67 حاولت إن هي تنفذ الهدف دوت وتقضي على قوة مصر، لأن مصر تعتبر أكبر عقبة في سبيل قيام دولتها في فلسطين، على أرض فلسطين واستمرارها على أرض فلسطين. نكمل مع بعض برضو من المعلومات المهمة اللي لازم ما ننساهاش، إن مصر انهزمت في عدوان 67. ده كان بسبب تفوق إسرائيل في السلاح، خاصة السلاح الجوي، واستخدام إسرائيل لعنصر المفاجأة. بعد كده مصر أعادت بناء القوات المسلحة، وده مر بمرحلتين. المرحلة الأولى كنا بنسميها مرحلة الصمود والتصدي، وفي المرحلة ديت حصل حاجات مهمة، منها مثلا معركة راس العش وتدمير إيلات. أما المرحلة الثانية بنسميها مرحلة حرب الاستنزاف، اللي بنت فيها مصر حائط للصواريخ واستشهد فيها الفريق عبد المنعم رياض. حرب أكتوبر حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. دي كانت من النتائج مترتبة على حرب أكتوبر، طبعا انتصار الجيش المصري وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وأظهرت أهمية النفط اللي هو البترول عندما منع العرب تصديره للدول التي كانت تساعد إسرائيل وتمدها بالسلاح. وكمان أنهت حالة اللا سلم واللا حرب اللي كانت بين مصر وإسرائيل منذ عدوان 67. نكمل مع بعض برضو أهم المعلومات. رفاعة الطهطاوي هو اللي دعا إسماعيل لإنشاء مدرسة لتعليم البنات، وإسماعيل هو اللي أنشأ أول مدرسة لتعليم البنات. يبقى لو السؤال بيسألك مين اللي أنشأ أول مدرسة لتعليم البنات، في الحالة دي هنقول إسماعيل. مين اللي دعا إسماعيل لإنشاء هذه المدرسة؟ هو رفاعة الطهطاوي. الأمم المتحدة دي منظمة دولية، ومنظمة دولية يعني إيه؟ يعني بتضم كل دول العالم المستقلة. مقرها في نيويورك في الولايات المتحدة، وبتتكون من 6 أجهزة رئيسية.
طيب احنا قلنا الأمم المتحدة منظمة دولية، لو قلت لك المنظمة الإقليمية يعني إيه؟ يعني بتضم مجموعة من الدول بتربطهم ببعض روابط معينة، زي الاتحاد الإفريقي وزي جامعة الدول العربية. مصر رأست الاتحاد الإفريقي مرتين، واستضافت أول قمة إفريقية على أرضها سنة 1964، برضو من المعلومات المهمة. في 7 دول عربية وقعت على ميثاق الجامعة العربية سنة 1945. كان وقتها الدول ديت هي الدول اللي مستقلة، ودي اللي شاركت في توقيع ميثاق الجامعة العربية، طبعا من ضمنهم مصر، وهي كانت صاحبة الفكرة. طيب بالنسبة بقى للثورات اللي احنا درسناها في المنهج، احنا خدنا ثورة 23 يوليو 52، ثورة 25 يناير 2011، ثورة 30 يونيو 2013. اي ثورة يا شباب يقول لك مثلا ايه هي اسباب الثورة دي او دي او دي، هنقول له ايه اسبابهم؟ سوء الاحوال الاجتماعية، سوء الاحوال الاقتصادية، عدم وجود ديمقراطية. ده لو انت مش حافظ اسباب الثورات ديت. يعني انا لو مش حافظة اسباب الثورات هكتب الاسباب ديت، هاخد الدرجتين بتوع السؤال كاملين. تمام. سوء الاحوال الاجتماعية، سوء الاحوال الاقتصادية، وعدم وجود ديمقراطية، دي اسباب مشتركة في كل الثورات اللي حدثت في مصر. طيب انا حافظ يا مس بقيه الاسباب بتاعه ثوره يوليو، مفيش مشكله اكتبها، زي استمرار الاحتلال البريطاني، زي هزيمه الجيش في حرب فلسطين، وهكذا. اما مثلا بالنسبه لثوره 25 يناير برضو حافظ اسباب اخرى غير الثلاثه دول اكتبهم. يعني انا بتكلم على الناس اللي مش حافظه كل اسباب ايه الثورات. ده كان آخر حاجة عندنا في مراجعتنا النهاردة. دي كانت أهم المعلومات وأهم النقاط الموجودة في منهج التاريخ، اللي بتتكرر فيه الأسئلة في الامتحانات في صور مختلفة، زي ما قلت لك اختار، صح وغلط، تفسير، نتائج، وهكذا. نذاكرهم كويس قوي يا شباب، وإن شاء الله مش هيخرج عنهم الامتحان. في الفيديو الجاي بإذن الله هيكون في مراجعة شاملة على الجغرافيا، مجمع لك فيها أهم النقاط اللي بتتكرر في الامتحانات. أشوفكم على خير وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.